ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة نيمو دايز. النهاردة زي ما انتم شايفين كده عملنا حاجة سهلة جدا زي ما احنا متعودين مع بعض نعمله. كل حاجة سهلة وكل حاجة سريعة للمبتدئين وغير المبتدئين اللي مش بيحبوا يقفوا كتير في المطبخ. عملت لكم النهاردة براونيز، بجد من احلى الحاجات والحلويات اللي ممكن تعملوها. سهلة جدا، تتعمل كلها في بولة واحدة، طعمها بيبقى حلو جدا وبيبقى ليها كده مذاق كده، يعني بجد ما حصلش. لازم تجربوها. يلا بينا نشوف طريقتنا الحلوة. بس قبل ما تشوفوا الطريقة ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بينا. اول حاجة هنقول بسم الله واللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده جبت نص كوباية من الزبدة، اوكي، وحطيت عليها معلقة واحدة من الزيت. طبعا الزيت بيديها لمعة حلوة جدا. وهنا عندي كوباية من السكر، وهبتدي اقلب كويس جدا الزبدة مع السكر. اوكي، وهنا زي ما انتم شايفين حطيت بيضتين طبعا بدرجة حرارة المطبخ. اوكي، وهبتدي اقلب برضو كويس جدا لحد ما كله يتجانس مع بعضه. وهنا باكت فانيليا، اللي عنده طبعا فانيليا سايلة اوكي، اي نوع فانيليا بتحطوها. اوكي، وهنبتدي نضربه كويس جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت دلوقتي نص كوباية من الدقيق، تمام، وهبتدي برضو اقلب كويس جدا. وانا طبعا قلبت البيض مع الزبدة مع السكر كويس جدا جدا جدا. اوكي، وهبتدي برضو اقلب الدقيق بنفس الطريقة كده.
كده خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه خلاص، والدقيق خلاص ما بقاش فيه ولا حبة دقيق اصلا موجودين خلاص. دلوقتي حطيت نص كوباية من الكاكاو الخام. هبتدي اقلب كده كله مع بعضه تاني لحد ما الكاكاو كله يدخل يتجانسوا كلهم مع بعضهم يعني. كده زي ما انتوا شايفين خلاص اهو كله جهز مع بعضه، كله تجانس مع بعضه. اوكي، هنا كان عندي شوكولاتة خام، طبعا دي حاجة اختيارية عندكم، ممكن ما تحطوش فيها شوكولاتة خام. هنا كان عندي شوكولاتة خام قطعتها كده، اي حاجة مش لازم تكون قطع متساوية ولا حاجة، بتديها طعم حلو جدا ومذاق بجد تحفة. اللي عنده طبعا شوكولاتة كادبري اوكي، شوكولاتة خام اوكي، اي نوع شوكولات انتوا بتحبوه تمام. وبقلب كده كويس جدا مع بعض. كده خلاص قلبتها زي ما انتوا شايفين. هبتدي طبعا اجيب البايركس بتاعي، الصينيه بتاعتي، وهحط فيها ورق زبده زي ما انتوا شايفين. طبعا دهنت الاول الصينيه اوكي بنقطه زيت صغيره جدا، وحطيت عليها ورق الزبده، وابتديت فرشت عليها كل البراونيز بتاعي. طبعا كنت مولعه الفرن اوكي قبليها عشان يبقى حامي، وهدخلها من تحت اوكي لحد ما تستوى خالص. بتقعد في الفرن حوالي نص ساعه. زي ما انتوا شايفين كده هي خلاص طلعت من الفرن. طبعا وانتوا بتقطعوها تقطعوها بالراحه جدا عشان ما تتفرفتش معاكم تمام. زي ما انتوا شايفين كده اللمعه اللي من فوق الوش دي من معلقه الزيت. الشوكولات من جوه تحفه، وبتبقى كده بتقرقش كده بجد خطيره، لازم تجربوها. طبعا انا كان عندي هنا كادبري اللي هي السايله، حطيت كده من فوق الوش، بجد خطيره، سهله جدا ومبتاخدش وقت خالص. عايزه تعمليها بسرعه، نفسك في حاجه سريعه، مفيش غير البراونيز. يا رب يكون الفيديو بتاعي كان خفيف عليكم ويكون حلو ويكون اتبسطتوا معايا. ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم قوي.